السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله هنشرح درس جديد، هنشرح درس مصر والقضية الفلسطينية. درس من أهم الدروس. كفاية ان احنا هنتكلم على فلسطين وهنتكلم على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. فإن شاء الله بإذن الله طبعا هو درس محتاج مننا شغل كتير، محتاج منك حفظ كتير، درس بيلخبط، من أهم الدروس اللي موجودة عندك في المنهج. بس ان شاء الله باذن الله زي ما احنا متعودين هنفهم كل حاجه وهنطلع حافظين. بس بالله عليك بالله عليك خد بالك عشان الدرس ده مهم، محتاج منك شغل جامد جدا. خد بالك من الكلمات اللي انا بقولها، خد بالك من الحاجات اللي ممكن تفكرك بالحروب اللي احنا هنتكلم عليها، لان في حروب كتير لازم كلنا ناخد بالنا منها. تمام؟ يلا بينا بقى، جهز الورقه والقلم بتاعتك، جهز الكتاب بتاعك قدامك، وخد بالك من كل كلمه. هنعيد كل حاجه مرتين، انت عايز تسمعها اكتر من كده ارجع يا نجم وهاتها تاني، بس عشان ما نطولش الفيديو اكتر من اللازم فانت تزهق. فان شاء الله باذن الله، لان هو اصلا بطبع الدرس اصلا مصر والقضيه الفلسطينيه درس طويل. يلا نبدا ونقول بسم الله. بسم الله. ان شاء الله باذن الله هنبدا نتكلم على مصر والقضيه الفلسطينيه. طيب لما اجي اتكلم على مصر والقضيه الفلسطينيه، بدايه ما دام هتكلم على مصر والقضيه الفلسطينيه يبقى انا هتكلم على فلسطين. هي فلسطين دي مهمه؟ طبعا دي مهمه. هل هي مهمه للمسلمين بس؟ لا طبعا، دي مهمه لمسلمين ومسيحيين، يعني للاثنين، مسلمين ومسيحيين. يعني معنى كده ان فلسطين لها اهميه خاصه في نفوس سكان العالم، بالظبط كده. طب ليه؟ كلنا عارفين ان فلسطين لها اهميه خاصه عشان ولد فيها السيد المسيح، سيدنا عيسى ولد فيها، ولد في مدينه بيت لحم في فلسطين، فبالتالي لها اهميه. اتنين، اسري اليها سيدنا محمد، راح لها سيدنا محمد في رحله الاسراء والمعراج، واكيد كلنا عارفين رحله الاسراء والمعراج لما سيدنا جبريل نزل لسيدنا محمد وخده في رحله الى المسجد الاقصى، فدي كده اسمها اسري اليها سيدنا محمد بها المسجد الاقصى. والمسجد الاقصى ده انتوا عارفين اهميته، ده اولى القبلتين، ده اول قبله كلنا كنا بنصلي عليه. طب وثالث الحرمين، مستر ايه الحرم ده؟ احنا عندنا الثلاثه، عندي الحرم المكي اللي هو الكعبه، عندي الحرم النبوي اللي هو مسجد الرسول، عندي المسجد الاقصى وهو الحرم الثالث. ليه يا مستر بيقولوا عليهم حرم؟ لان ربنا سبحانه وتعالى حرم فيه القتال، وحرم فيه صيد الحيوانات، وحرم فيه قطع الاشجار، يعني منطقه مؤمنه، فعشان كده سميت بالحرم. يبقى انا كده عرفت، عندنا لو جالي سؤال وقال لي في الامتحان ايه اهميه او بما تفسر لفلسطين دوله عربيه لها اهميه خاصه في نفوس سكان العالم او في قلوب العالم، اقول له ليه؟ عشان ثلاث اسباب. ايه هم؟ واحد، ولد فيها السيد المسيح. اتنين، اسري اليها سيدنا محمد. طب رقم ثلاثة، بها المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى ده اولى القبلتين ثالث الحرمين، اولى القبلتين ثالث الحرمين، مش هنقولها تاني. يبقى ولد فيها السيد المسيح، أسري إليها سيدنا محمد، ذهب لها سيدنا محمد. ثلاثة، قال لي بها المسجد الأقصى، أولى القبلتين ثالث الحرمين. طب جميل كده، فلسطين مهمة. احنا بقى كلنا عارفين ان فلسطين دلوقتي محتلة من مين؟ من الاحتلال الإسرائيلي، اليهود اللعنة. طب دلوقتي يا مستر معلش احنا عايزين نسأل سؤال، هو ازاي اصلا الفلسطينيين دول اليهود دول بقوا موجودين جوه فلسطين؟ اكيد ما طلعوش من الارض، اكيد في سبب خلاهم يبقوا متواجدين، بالظبط كده هنتكلم عليه، واكيد كلكم عارفين ان بريطانيا هي السبب. بس تعالى بس اقول لك على كلمه لازم تبقى عارفها، وفي حاجات بره المنهج هقولها دلوقتي لازم تفهمها. اولا يا شباب، احنا عندنا لما اجي اتكلم على الحركه الصهيونيه ووعد بلفور، سيبك بقى من الكلام ده كله، ركز في اللي هقوله لك. كان في صحفي اسمه هيرتزل، هيرتزل ده كان موجود فين؟ في لندن، فطلع وقال ايه رايكم لو نعمل وطن قومي يهودي داخل فلسطين؟ الفكره عجبت مين؟ عجبت بريطانيا. طب عجبت بريطانيا، فبريطانيا هي اول دوله ادركت اهميه فلسطين، طلعت وادركت اهميه فلسطين، قالت لك بس فلسطين دي موقع ممتاز، بريطانيا محتليه مصر، اسرائيل تاخد فلسطين، فكده يبقوا سيطروا على جزء من العالم العربي، وانتم عارفين ان ده جزء مهم لانه بيطل على البحر المتوسط وليه اهميه. يبقى مين اول دوله ادركت اهميه فلسطين؟ قلت له واحد،
بريطانيا. يبقى بريطانيا هي أول دولة أدركت أهمية فلسطين، يبقى بريطانيا هي أول دولة أدركت أهمية فلسطين. فطلع وزير خارجية بريطانيا اسمه إيه؟ بلفور. اسمه إيه؟ بلفور. وعد اليهود قال لهم أنا هعمل لكم وطن قومي يهودي داخل فلسطين. فالوعد ده سمي بوعد بلفور. يبقى لما أجي أقول لك إيه هو وعد بلفور؟ الوعد اللي بلفور اللي هو وزير خارجية بريطانيا وعد فيه اليهود إن هو هيعمل لهم وطن قومي يهودي داخل فلسطين. جميل، ده اسمه وعد إيه؟ وعد بلفور. طب العرب هنا طلعوا قالوا إيه؟ قالوا ثانية واحدة، هي بريطانيا بتوعد بمناسبة إيه؟ هي بريطانيا دي أصلا معاها فلسطين؟ لا. طب هم اليهود يستحقوا فلسطين؟ لا. فالعرب وصفوه بايه؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وعد من واحد لا يملك لواحد لا يستحق. يبقى هنا العرب هم اللي وصفوه بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. يبقى ده اسمه وعد ايه؟ وعد بلفور. اسمه وعد ايه؟ بلفور. يبقى يلا يا اساتذه، فلسطين مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. مهمه ليه؟ واحد، ولد فيها السيد المسيح. 2 أسري إليها سيدنا محمد. 3 بها المسجد الأقصى. أولى القبلتين، ثالث الحرمين. طب يا مستر مين أكتر دولة أدركت أهمية فلسطين؟ بريطانيا. طب جميل، طلع وزير خارجية بريطانيا اسمه إيه؟ بلفور. عمل لهم وعد اسمه إيه؟ وعد بلفور. الوعد ده سمي إيه أو العرب لقبوه إيه؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وعد من لا يملك لمن لا يستحق. ده الوعد اللي وعده لهم بلفور. طب يا مستر ثانية واحدة بقى، أنا عايز أفهم حاجة، إزاي بريطانيا بتوعد؟ ما هي بتوعد علشان هتقدر تنفذ. طب هتنفذ إزاي يا مستر؟ ما هي أصلا فلسطين مش تحت إيد بريطانيا. عايز أقول لك بقى على حتة مهمة خد بالك منها، الحتة دي بره المنهج بس لازم تفهمها. الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى كان فيها دول ودول. كان فيها دول اسمهم دول الوسط ودول اسمهم دول الحلفاء. دول الحلفاء اللي هي مين؟ اللي هي انجلترا، اللي هي فرنسا، اللي هي الولايات المتحده. دول الوسط كان فيهم المانيا وايطاليا والدوله العثمانيه اللي هي تركيا. مستر برضه مالها فلسطين؟ ما هي فلسطين كانت ولايه عثمانيه، يبقى كانت تابعه للدوله العثمانيه. طب مين كسب في الحرب؟ دول الحلفاء. راحوا عملوا قانون كده ولاد الذين، هم كلهم زي بعض شله كده، عملوا قانون اسمه قانون الانتداب. يعني ايه يا مستر قانون الانتداب؟ قانون الانتداب ده شكل من اشكال الاحتلال. يعني بريطانيا كانت بتقول لك الترم الاولاني انا بعلن الحمايه البريطانيه على مصر، شكل من اشكال الاحتلال. طب بالنسبه لقانون الانتداب، يعني بريطانيا هتاخد هتنتدب على مين؟ على فلسطين. يعني من الاخر بريطانيا هتحتل فلسطين. وطلعوا قانون. مين اللي طلع القانون ده؟ عصبه الامم، وخدناها الترم الاول. عصبه الامم اللي هي قديما وبقت بعد كده الامم المتحده. يبقى عصبه الامم هي اللي طلعت قانون ايه؟ قال لي قانون الانتداب. يبقى قانون الانتداب ده قانون عملوا ايه كده شكلا، ليه؟ عشان يحطوا فلسطين تحت حكم بريطانيا، يحطوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني، عشان يحطوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني. انت عرفت كلمه انتداب؟ يعني شكل من اشكال الاحتلال بيحتلوها. طب هيحتلوها ازاي؟ قال لي في 2 قالوا ان فلسطين تتحط تحت الانتداب البريطاني. مين هم؟ قرار دول الحلفاء. قرار دول الحلفاء. 2 مؤتمر سان ريمو. دول الحلفاء كلها طلعت وقالت ايه؟ مين دول الحلفاء اللي كسبت في الحرب العالمية؟ قالوا ايه؟ وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. اول ما اعمل لك كده تقول لي وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. يبقى قرار دول الحلفاء قالت ايه؟ وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طب 2 مين اللي قال؟ خلي بالك انا هنا بقى كل ده داخل في الدرس، يعني كل اللي انا بقوله ده مهم. يبقى ازاي يجي يقول لك كيف تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ اقول له عندك حاجتين. طب مستر قصه الحرب العالميه ما تجيبش سيرتها خلاص، يعني قصه الحرب العالميه خلاص انا بقولها لك بس عشان تبقى فاهم ازاي اتعمل قانون الانتداب. يبقى كيف تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ اقول له 2 قرار دول الحلفاء
بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. 2 عملوا مؤتمر كبير في إيطاليا سنة 1920 اسمه مؤتمر سان ريمو، أكدوا فيه بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، يعني فلسطين تتحط تحت الاحتلال البريطاني، يعني بالبلدي بريطانيا تاخد فلسطين. ده كده هينفذ الوعد، هينفذ الوعد، ما خلاص بقت فلسطين تحت ايديهم. يبقى هنا عندنا مين اللي قال ان فلسطين تتحط تحت الانتداب البريطاني؟ 2 قرار دول الحلفاء مؤتمر سان ريمو، قرار دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، مؤتمر سان ريمو بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. يبقى لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك كيف تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، اقول له حاجتين: قرار دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، 2 مؤتمر سان ريمو بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. سيبك بقى من اللي مكتوب ويقول لك مؤتمر سان ريمو اعطى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. يا باشا سهلها على نفسك. يبقى هقول له حاجتين: قرار دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، 2 مؤتمر سان ريمو بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. سهل الموضوع على نفسك. طب جميل يا مستر، كده بريطانيا بقت تحت تصرف كده فلسطين بقت تحت تصرف الانتداب البريطاني، بالظبط كده بقت تحت تصرف بريطانيا. هل هينفذ الوعد؟ هينفذ. هيعمل ايه؟ سماح. سماح ده مش اسم واحدة، سماح ده يعني بيسمح لهم، سماح. يبقى أول ما أقول لك ما النتائج المترتبة على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ سماح. سمح بإيه؟ قال لي تعالى أقول لك، ودي اسمها إجراءات تنفيذ وعد بلفور. إجراءات تنفيذ وعد بلفور دي بقى بينفذ الوعد أهو. تنفذها عن طريق إيه؟ سماح. السماح بانتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين. بدأ يقول لليهود يلا تعالوا بأعداد كبيرة إلى فلسطين. 2 قال لهم حاولوا تشتروا أراضي من الفلسطينيين عشان يبقى لكم حق الملكية. يبقى سمح بحاجتين: سمح بانتقال اليهود إلى فلسطين، وسمح بانتقال الأرض من العرب لليهود عن طريق الشراء. يبقى سمح بكم حاجة؟ ب2: سمح بانتقال اليهود إلى فلسطين، وسمح بانتقال عدد كبير من الأراضي أو ملكية الأراضي من العرب إلى اليهود عن طريق الشراء. طب يا مستر السؤال يجي لي هنا ازاي؟ يجي لك بطريقتين: يا اما يجي يقول لك وضح اجراءات تنفيذ وعد بلفور، هقول له سماح. يا اما يجي يقول لي ما النتائج المترتبه على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ سماح. السماح بانتقال عدد كبير من اليهود الى فلسطين، السماح بانتقال الاراضي من العرب الى اليهود عن طريق الشراء. سهله يا مستر كده وحفظت. طب ما تعالى سمع معايا، فلسطين مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. ليه مهمه؟ 1 ولد فيها السيد المسيح، أسري إليها سيدنا محمد، بها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، ثالث الحرمين. بالله عليك ردد معايا، بديك مساحة عشان تجاوب. طب مين أول دولة أدركت أهمية فلسطين؟ بريطانيا. فطلع وزير خارجية بريطانيا اسمه إيه؟ بلفور. عمل وعد اسمه وعد إيه؟ بلفور. العرب وصفوه بإيه؟ وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. طب ازاي اتحطت فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ 2 قرار دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. 2 مؤتمر سان ريمو اللي في ايطاليا بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طب ايه النتيجه يا مستر؟ ايه النتيجه المترتبه لما فلسطين بقت تحت الانتداب البريطاني؟ انت علمتني حاجه. اول ما اقول لك ايه النتيجه المترتبه على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ سماح. السماح بانتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين، والسماح بانتقال الأراضي من العرب إلى اليهود عن طريق الشراء. طب ده بالنسبة عندنا ليه سمحوا؟ مستر يعني اسمها إجراءات تنفيذ وعد بلفور؟ بالظبط. طب والشعب الفلسطيني يا مستر هيسكت على الموضوع ده؟ لا طبعا مش هيسكت. طب هيعمل إيه؟ ما موقف الشعب الفلسطيني من إجراءات تنفيذ وعد بلفور؟ إيه موقف الشعب؟ الشعب هيعمل انتفاضة ثورة. قولها كده وأنا هحفظها لك. يلا: انتفاضة ثورة. انتفاضة زي الثورة كده بس حاجة قليلة بيعبروا عن رفضهم. انتفاضة ثورة. يلا بقى نقولها:
29 36 39. يبقى انتفاضة ثورة ثورة. 29 36 39. يلا قولها معايا زي ما انا بقولها في السنتر. 29 36 39. انتفاضة 1929، ثورة 1936، ثورة 1939. طب 36 دي كانت بقية مين؟ اللجنة العربية. خلي بالك عشان بتيجي في الامتحان. 36 دي كانت بقية مين؟ اللجنة العربية. مستر بس مكتوب في الكتاب ان هم عملوا انتفاضة ثورة عملوا انتفاضه اللي هي انتفاضه 29 وثوره 36 بس. 39 لا، ما هي دي المفروض اتلغت من عليك. بس انا ليه بقولها لك؟ هقول لك ليه بقولها لك. عشان هو بيقول لك ان الفتره دي من 1920 لغايه 1939 كان مليانه ثورات. فلو جه قال لك صح وغلط من اول 1920 ل 1939 كانت فيها ثورات، صح. لكن لو انا قلت لك دلوقتي ده عملوا 29 وعملوا 36 فانت هتعملها غلط. لا، فانا بعرفها لك من دلوقتي. طب انا هكتب ايه في الامتحان؟ عملوا انتفاضه وثوره. انتفاضه 1929 وثوره 1936. بس 36 بقيت مين؟ اللجنه العربيه. يلا تاني يجي لك في الامتحان يقول لك ما موقف الشعب الفلسطيني من اجراءات تنفيذ وعد بلفور؟ الشعب عمل ايه؟ انتفاضه ثوره ثوره. انتفاضه ثوره ثوره. 29 36 39. 36 بقيت مين؟ اللجنه العربيه. بريطانيا تعمل ايه؟ سوسه بريطانيا. بس يا جماعه خلاص ما تعملوش ثورات، انا هعرض القضيه بتاعتكم على هيئه الامم المتحده. مين هيئه الامم المتحده؟ مش الولايات المتحده. هيئه الامم المتحده دي هيئه دوليه هناخدها الوحده الثانيه، فيها عدد من الدول، هيئه دوليه. طب عرضت القضيه على هيئه الامم المتحده، هيئه الامم المتحده هتقول ايه؟ هنا بقى القصه. هيئه الامم المتحده اول ما يتعرض عليها القضية الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة هتقول لك هنقسم فلسطين. هنقسم فلسطين إلى إيه؟ دولة عربية، دولة يهودية، منطقة دولية. دولة عربية، دولة يهودية، منطقة دولية. طب مستر دولة عربية عرفناها، دولة يهودية عرفناها، ايه منطقة دولية؟ منطقة دولية اللي هي القدس تتحط تحت رقابة دولية، تتحط تحت إدارة دولية، يعني ولا العرب ولا اليهود هيحكموها، هنحط القدس تحت إدارة دولية. يبقى لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك ما النتائج المترتبة على عرض القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة عام 1947، أقول له أدى إلى موافقة هيئة الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية، دولة يهودية، منطقة دولية اللي هي القدس. صعبة كده يا نجم؟ لا، حلو جدا يا مستر. طب أنا عايز أسأل سؤال، هو المشروع التقسيم ده العرب وافقوا عليه؟ ما هي دي بقى القصة اللي أنا جاي لك فيها. تعال نشوف هل العرب وافقوا؟ هل اليهود وافقوا؟ طب وايه رأي بريطانيا السوسة؟ المشكلة في الكلام ده كله هي اللي عاملة الكلام ده كله. تعالى نشوف ايه موقفهم، وده سؤال في الامتحان. تعالى نشوف ايه موقفهم. نبدأ بأول حاجة عندنا، موقف كل من العرب واليهود وبريطانيا. تعال نشوف العرب. اكيد انت عارف ان العرب مش هيوافقوا، يبقى العرب لم يوافقوا على مشروع التقسيم. طب اليهود طبعا دي مصلحة بالنسبة لهم، وافقوا على مشروع التقسيم. مش بس كده، ده في عصابات من اليهود مسلحين معاهم أسلحة طردوا العرب من بيوتهم من ديارهم. ومش بس كده، ده عملوا أبشع المذابح مثل مذبحة دير ياسين، قتلوا الفلسطينيين، قتلوا العرب. وده كانت مذبحة كبيرة جدا العالم كله اتكلم عليها. خش على اليوتيوب واكتب مذبحة دير ياسين. يبقى أنا عندي العرب رفضوا مشروع التقسيم. طب اليهود وافقوا على مشروع التقسيم، وقامت عصابات يهودية مسلحة بطرد العرب من ديارهم. وعملوا ايه؟ عملوا مذبحة دير ياسين. مستر هقول الكلام ده كله؟ يا عم هقول لك. اليهود وافقوا على مشروع التقسيم وعملوا مذبحة دير ياسين، وافقوا على مشروع التقسيم وعملوا مذبحة دير ياسين. تعال بقى للسوسة بريطانيا. ايه يا بريطانيا موقفك من مشروع التقسيم؟ قالت لك يا باشا انا ماليش دعوة، انا بمتنع عن التصويت، دي مشكله بينكم انتوا، حلوها. يعني انت السبب وتجيب لنا اليهود هنا وتقول لنا حلوها؟ يبقى مين اللي امتنعت عن التصويت؟ بريطانيا. مش بس كده كمان، ده اعلنت انسحابها ولغت انتدابها.
اعلنت انسحابها ولغت الانتداب. ده اعلنت الانسحاب، قالت لك انا بعلن الانسحاب خلاص انا ماشيه من فلسطين. واقول لك على حاجه كمان، انا بلغي الانتداب البريطاني، انا هلغي الانتداب على فلسطين. يبقى بريطانيا سوسه مالها؟ امتنعت عن التصويت واعلنت انها ستسحب قواتها وهتنهي انتدابها على في فلسطين. يبقى عملت ايه؟ امتنعت عن التصويت، اعلنت الانسحاب، لغت الانتداب. امتنعت عن التصويت، اعلنت الانسحاب، لغت الانتداب. ومع اخر جندي بريطاني هيخرج من فلسطين تطلع اليهود ويعلنوا قيام دولة إسرائيل. هيعلنوا بقى خلاص قيام دولة إسرائيل. طب مين الدول اللي هتعترف بدولة إسرائيل في فلسطين؟ 2 بيجوا في الامتحان. مين هم؟ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وخد بالك من ده بالله عليك، كده عندنا فلسطين بقت دولة يهودية. طبعا ده باعترافهم هم، لكن احنا كمسلمين ومسيحيين وعرب بنقول لا، فلسطين هتفضل للعرب ان شاء الله باذن الله، واكيد هيجي يوم وهترجع لنا ان شاء الله باذن واحد احد. يبقى ده بالنسبه عندي. انت كده عرفت ازاي فلسطين بقت دوله يهوديه. تعالى بقى معلش عشان خاطري عشان نخلص القصه دي لان ده اهم جزء. يبقى لما يجي اقول لك هنا فلسطين مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه. ليه؟ ولد فيها السيد المسيح، اسري اليها سيدنا محمد، بها المسجد الاقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين. طب قلنا عندي بالنسبه ليه مين اول دوله ادركت اهميه فلسطين؟ ايوه انا عارف، بريطانيا. فطلع وزير خارجيه بريطانيا اسمه ايه؟ بلفور. عمل وعد اسمه وعد ايه؟ بلفور. طب العرب وصفوه بايه؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق. طب ازاي اتحطت فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ 2 قرار دول الحلفاء بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. مؤتمر سان ريمو بيجي في الامتحان بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طب مستر ايه اللي حصل لما فلسطين بقت تحت الانتداب البريطاني؟ سماح سماح. احفظ لي الكلمتين دول، سماح سماح. السماح بانتقال اليهود الى فلسطين، والسماح بانتقال الارض من الايه؟ من العرب لليهود عن طريق الشراء. طب مستر الشعب الفلسطيني هيسكت؟ ما موقف الشعب الفلسطيني؟ عمل ايه؟ انتفاضه ثوره ثوره، انتفاضه ثوره ثوره. 29 36 36 بقيت مين؟ اللجنه العربيه. طب بالنسبه عندي لبريطانيا تعمل ايه؟ قالت لك بس انا هعرض القضيه على هيئه الامم المتحده. ما النتائج المترتبه على عرض القضيه على الامم المتحده؟ وافقت الامم المتحده على تقسيم فلسطين الى ايه؟ دوله عربيه، دوله يهوديه، منطقه دوليه اللي هي القدس. طب مستر ايه اللي هيحصل؟ العرب هيوافقوا ولا مش هيوافقوا؟ العرب لم يوافقوا على مشروع التقسيم. طب بالنسبه لليهود وافقوا على مشروع التقسيم وعملوا ابشع المذابح مثل مذبحه دير ياسين وطردوا العرب من ديارهم. طب بالنسبه لبريطانيا امتنعت عن مهمه، امتنعت عن التصويت واعلنت انسحابها ولغت الانتداب. اعلنت الانسحاب ولغت الانتداب. طب مستر بالنسبه بقى عندنا اخر جندي بريطاني لما مشي ايه اللي حصل؟ اليهود اعلن قيام دوله اسرائيل باعتراف كل من مين؟ دولتين. مين هم؟ الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي. كده احنا عرفنا ازاي فلسطين دخلها اليهود. نسكت احنا؟ لا مش هنسكت. طب هنعمل ايه؟ احنا هنخش في حروب. تعددت الحروب مع اسرائيل. طب الحروب دي يا مستر كانت دول عربيه؟ الدول العربيه العرب. طب تعال نشوف، بس طبعا احنا بنتكلم عن مصر هنا وبنتكلم برضه على الدول العربيه. طب تعال نشوف اول حرب. ايه اول حرب؟ هنتكلم على حرب فلسطين. بص بقى وانت بتذاكر عود نفسك تكتب كده، تجيب ورقه وتكتب حرب فلسطين وتعمل اسباب وتعمل احداث وتعمل نتائج. والله لو عملتها كده لا تحفظها صم. اي حرب في الدنيا ليها اسباب احداث نتائج، اسباب احداث نتائج. هقول لك كلمه على كل حرب عشان نبقى حافظينها. اول ما اقول لك فلسطين تقول لي 48. فلسطين 48. فلسطين 48. طب عدوان ثلاثي 56. عدوان ثلاثي 56. طب عدوان اسرائيلي 67. عدوان اسرائيلي 67. الترند بتاعكم 67، مش عارف هو ايه الترند ده بس عامه يعني. يبقى العدوان الاسرائيلي 67. يبقى انا عندي يلا فلسطين 48. طب العدوان الثلاثي 56. طب العدوان الاسرائيلي 67. طب تعالى بقى ايه اسباب، ركز بالله عليك، ايه اسباب
حرب فلسطين بما تفسر ليه دخلت الجيوش العربية حرب فلسطين عام 1948. بص بقى عشان ما تنساش، أول ما أقول لك حرب فلسطين تروح أنت ترد عليا تقول لي إيه؟ أنا دخلت الحرب ده عشان أنقذ وساعد. هي دي الكلمتين اللي هيفكروك: أنقذ وساعد، أنقذ وساعد. أنقذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، أساعد الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على أرضه. يبقى أنت دخلت ليه حرب فلسطين؟ أنقذ وساعد، هي الكلمتين اللي هفكرك في الامتحان: أنقذ وساعد. أنقذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، أساعد الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على أرضه. طب جميل، أنا كده عرفت الأسباب. إيه بقى الأحداث؟ أنا عايز أقول لك إن في البداية الجيوش العربية قدرت تحقق انتصار على مين؟ على فلسطين، على اسرائيل. يعني حققت الانتصار. ايه ده يا مستر؟ يعني الجيوش العربيه ده انا خدت ان احنا اتهزمنا في حرب فلسطين. اتهزمنا، بس انا عايز اقول لك ان في البدايه تمكنت الجيوش العربيه من تحقيق انتصارات في البدايه. بس مين اتدخل؟ اكيد كلكم عارفين، الولايات الايه؟ المتحده هتتدخل. طب لما هتتدخل وتعمل ايه؟ هتقدم اقتراح لمجلس الامن. ايه رايك يا مجلس الامن نوقف القتال ونعمل هدنه مدتها شهر يمتنع فيها العرب واليهود من جلب الأسلحة والمحاربين لفلسطين، وده يبقى تحت إشراف دولي. يبقى تاني يا جماعة، يبقى في البداية مين حقق انتصار؟ الجيوش العربية. مين هتتدخل؟ هتتدخل الولايات المتحدة. هتقدم ايه؟ هتقدم اقتراح. هتقول فيه ايه؟ حاجتين: وقف القتال، إقامة هدنة مدتها شهر. يعني ايه هدنة؟ فترة ما فيهاش قتال، مدتها شهر يمتنع العرب واليهود من جلب الأسلحة. طب أنا عايز أقول لك على حاجة: أي سؤال يجي يقول لك الولايات المتحدة ليه قدمت اقتراح وقف القتال، اي سؤال يقول لك ليه الولايات المتحده عملت اقتراح لوقف القتال. يلا يا جماعه من الاول. يبقى انا كده عرفت عندنا انا دخلت الحرب ليه؟ انقذ وساعد. انقذ وساعد، انقذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، اساعد الشعب الفلسطيني في اقامه حكومه وطنيه على ارضه. طب ايه الاحداث؟ مين في البدايه حقق انتصارات؟ الجيوش العربيه. طب مين يتدخل؟ الولايات المتحده. قدمت ايه؟ اقتراح. ليه قدمت اقتراح؟ وقف القتال، اقامه هدنه مدتها شهر يمتنع العرب واليهود من جلب الاسلحه. طب مستر مين التزم؟ اكيد كلكم عارفين اللي التزم العرب. مين ما التزمش؟ اليهود. طب بالله عليك، اليهود ما التزمتش وبدات تكون نفسها وبدات تجيب محاربين وبدات تجيب اسلحه. طب انا هفضل حاطط ايدي في جيبي؟ لا طبعا، هتستأنف القتال. بس لما يستأنف القتال بيجي في الامتحان مين هيتفوق؟ اليهود. ومين هيتهزم؟ العرب. يبقى لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على عدم التزام اليهود بالهدنه، اقول له ادى الى استئناف القتال، ادى الى استئناف القتال، وظهر تفوق اليهود وهزيمه العرب، وظهر تفوق اليهود وهزيمه العرب. فخد بالك من دي جدا بالله عليك. يبقى ده بالنسبه عندي للاحداث. يبقى الاحداث قلنا في البدايه مين حقق انتصارات؟ الجيوش العربيه. الجيوش العربيه. مين تدخلت؟ الولايات المتحده. قدمت ايه؟ اقتراح. بما تفسر ليه الولايات المتحده قدمت اقتراح لوقف القتال واقامه هدنه مدتها شهر يمتنع العرب واليهود من جلب الاسلحه. مين التزم؟ العرب. مين ما التزمش؟ اليهود. طب ايه النتيجه المترتبه على عدم التزام اليهود؟ استئناف القتال. طب نسيت كلمة استئناف، استمرار القتال، وظهر تفوق اليهود وهزيمة العرب. خد بقى دي كده الكبسولة زي ما بيقولوا. تعال نتكلم عن النتائج. أول ما أجي أقول لك أي نتيجة على هزيمة تقول لي احتلال أراضي. أي نتيجة على هزيمة احتلال أراضي. يبقى أول ما أشوف في الامتحان في أي سؤال إيه النتيجة المترتبة لما اتهزمت؟ احتلت إسرائيل الأراضي. يبقى ايه النتيجة المترتبة لما اتهزم العرب في حرب فلسطين؟ احتلت إسرائيل. إسرائيل خدت كل أراضي فلسطين ما عدا بالله عليك بتيجي قطاع غزة تحت إدارة مصرية، مصر بتحكمها. 2 الضفة الغربية بها قوات أردنية. القدس اتقسمت بين العرب واليهود. يبقى لما يجي يقول لي عندنا أي نتيجة على هزيمة احتلال أراضي،
اي نتيجه على هزيمه احتلال اراضي. النتيجه المترتبه لما اتهزم العرب من في حرب فلسطين، اقول له عندنا احتلت اسرائيل. احتلت ايه بقى؟ كل اراضي فلسطين ما عدا قطاع غزه تحت اداره مصريه، والضفه الغربيه بها قوات اردنيه، والقدس اتقسمت بين العرب وبين اليهود. ده كده عندي بالنسبه لحرب فلسطين، واتمنى تكون حفظتها. ولما اجي اقول لك ليه اتعملت حرب فلسطين او ليه العرب دخلوا حرب فلسطين، انقذ وساعد. خلي بالك من دي، انقذ وساعد. لو جات لك في الامتحان وقال لك ليه اي دوله وليه الولايات المتحده بتقدم اقتراح وقف القتال، وقف القتال، اي نتيجه على هزيمه احتلال اراضي. ده كده عندي بالنسبه لحرب فلسطين. تعال بقى نتكلم على الحرب الثانيه. ما احنا المفروض عندنا حرب فلسطين، بعد كده العدوان الثلاثي، بعد كده العدوان الاسرائيلي، بعد كده حرب الاستنزاف، بعد كده حرب اكتوبر. دي الحروب اللي موجوده عليك، بس حرب اكتوبر ده درس تاني. طيب تعال نتكلم على العدوان الثلاثي. استنى يا مستر، انت قلت لي اول ما اسمع فلسطين 48، فلسطين 48، ثلاثي 56، عدوان 56، عشان بيجي في الامتحان يقول لك عدوان 56، عدوان 56 اللي هو العدوان الثلاثي. طب ليه سمي بالعدوان الثلاثي؟ عشان اتعمل عليه حرب من 3 دول. مين هم؟ انجلترا وفرنسا واسرائيل. انجلترا وفرنسا واسرائيل. طب مستر انت معودني اول ما يجي يقول لي سبب اي حرب بقول له كلمه، ايوه بالظبط، حرب فلسطين انقذ وساعد. طب العدوان الاسرائيلي انا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. يبقى انا لما اتكلم عن الاسباب قولها كده، انا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. انا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. طب عملت ايه؟ تعال اقول لك ايه الاسباب العدوان. 1، أممت شركة قناة السويس فاتعمل عليا عدوان من بريطانيا لأني ضايقت بريطانيا، اضطريت أو ضايقت مصالح بريطانيا. طب 2، ساعدت الجزائر ضد فرنسا. مين اتضايق؟ فرنسا، فعملت عليا عدوان. مستر مكتوب في الكتاب مساعدة مصر معظم حركات التحرر الوطني في الجزائر ضد فرنسا. يا عم سهلها على نفسك، مساعدة الجزائر ضد فرنسا. طب رقم 3، مصر عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي عشان تزودها بالأسلحة علشان تبدأ مستعدة لمين؟ للاعتداءات الإسرائيلية، فبالتالي إسرائيل اتضايقت. يبقى أنا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. ايه هم ال3 حاجات؟ رقم 1، ساعدت الجزائر ضد فرنسا، فرنسا اتضايقت. أممت شركة قناة السويس، بريطانيا اتضايقت. عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي عشان تزويد مصر من الأسلحة، إسرائيل اتضايقت. فخد بالك بقى، لو جالك سؤال حتة مهمة جدا، لو جالك سؤال وقال لك ايه أسباب العدوان الثلاثي، قول لي ال3 او 2 منهم، ما عنديش مشكله. لكن لو قال لك بما تفسر ليه بريطانيا عملت عدوان ثلاثي على مصر، لازم اقول تأميم شركه قناه السويس. ليه فرنسا عملت عدوان ثلاثي على مصر، اقول له علشان مصر ساعدت الجزائر ضد فرنسا. يبقى ايه اسباب العدوان الثلاثي؟ انا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. انا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. اممت شركه قناه السويس، ساعدت الجزائر ضد فرنسا، عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالاسلحه. طب مستر لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر ليه مصر عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالاسلحه، لتزويد مصر بالاسلحه. تعال بقى نشوف الاحداث، والاحداث دي مهمه وخد بالك منها. ايه الاحداث؟ هم ولاد لذينه. اما اجي اتكلم على الاحداث لازم تعرف ان ال3 اتفقوا عليا. طب اتفقوا ازاي؟ تعال اقول لك. هنتكلم على الاحداث. ايه اللي حصل؟ انجلترا وفرنسا هجمت على مصر عن طريق بورسعيد، دخلت مصر عن طريق بورسعيد. يبقى انجلترا وفرنسا دخلت من بورسعيد وفشلت في احتلال مدينة الاسماعيلية. ليه يا مستر؟ بسبب شدة المقاومة المصرية. اسماعيلية شدة مقاومة مصرية، اسماعيليه المقاومه المصريه بشده المقاومه المصريه. طب اسرائيل يا مستر دخلت مصر منين؟ دخلت عن طريق شبه جزيره سيناء. يا اولاد الذين ده عملونا كماشه. يبقى اسرائيل داخله من شبه جزيره سيناء، انجلترا وفرنسا داخله من بورسعيد. طب ايه اللي يحصل؟ قال لي هنا عندنا قررت الحكومه سحب القوات المصريه فين؟ لغرب القناه. بصوا يا جماعه، انا عندي قناه السويس، قناه السويس اهو ناحيه شبه جزيره سيناء، دي اسمها الضفة الشرقية. ناحية الصحراء الشرقية دي اسمها الضفة الغربية. يبقى ادي عندي قناة السويس، ودي هتشوفوها في السلايدات الجاية. عندي قناة السويس، يمينها ده الضفة الشرقية،
شمالها دي الضفه الغربيه، فالجنود كانوا موجودين في شبه جزيره سيناء، فالحكومه قررت ايه؟ سحب القوات لغرب القناه، اسحاب القوات لغايه غرب القناه. طب ليه هتسحبهم؟ قال لك للدفاع عن مدن القناه، خد بالك عشان ساعات بتيجي للايه المحافظات الصعبه، يبقى سحب القوات من شرق القناه خلاها غرب القناه، ليه؟ للدفاع عن مدن القناه. لا استنى يا مستر بقى عشان ما توهش، يعني انت كده قلت لي الاحداث اسرائيل دخلت عن طريق شبه جزيره سيناء، وبالنسبه لانجلترا وفرنسا دخلت عن طريق بور سعيد وفشلت في احتلال مدينه الاسماعيليه بسبب شده المقاومه المصريه، والحكومه سحبت القوات المصريه من سيناء ودتها الى غرب القناه. طب ليه ودتها لغرب القناه؟ للدفاع عن مدن القناه، فدخلت اسرائيل شبه جزيره سيناء. طب يا مستر كل بقى الاحداث اللي انت بتقولها دي، هل هنا عندنا اسرائيل وانجلترا وفرنسا نجحوا؟ لا، العدوان فشل. طب ليه فشل العدوان؟ ليه فشل؟ فشل بسبب، قولها لي كده، 2 وقوف واحده معارضه، 2 وقوف واحده معارضه. ليه العدوان فشل؟ 2 وقوف واحده معارضه. ايه 2 وقوف واحده معارضه؟ بص، الجيش والشعب وقف وقفه جامده مقاومه باسله، يبقى وقوف الجيش والشعب او المقاومه الباسله للجيش والشعب. 2، قال لي وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر. ما هو اصلا العدوان ده اتعمل عشان انا ساعدت الجزائر ضد مين؟ فرنسا. طب ايه اللي حصل؟ الدول العربيه وقفت معايا، يبقى مساعده الشعوب العربيه او وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر. طب مين عارض؟ الاتحاد السوفيتي، وهدد بالتدخل، لو ما طلعتوش انا اللي هخش وهطلعكم. يبقى العدوان ده نجح ولا ما نجحش؟ ما نجحش، فشل. طب ليه فشل؟ 2 وقوف واحده معارضه، 2 وقوف واحده معارضه. وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر، وقوف الجيش والشعب او المقاومه الباسله للجيش والشعب. 3، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. مستر بس مكتوبه قدامنا هنا عندي 5 حاجات، يا عم قول لي انت الثلاثه دول. ال5 ايه بقى؟ تنديد الامم المتحده بالعدوان، رفض الامم المتحده للعدوان، الامم المتحده برضه كانت رافضه العدوان. حاجه ثانيه، الولايات المتحده كانت رافضه ان انت تستخدم القوه في حل النزاعات، يعني انت دلوقتي هتحل النزاعات مش لازم تستخدم قوه وتستخدم حروب. فبرضه تخيل الولايات المتحده كانت معاك، كانت رافضه، الامم المتحده كانت رافضه، الاتحاد السوفيتي كان رافض، الشعوب العربيه واقفه معاك، انت عندك مقاومه باسله من الجيش والشعب. يبقى اول ما اقول لك بما تفسر ليه فشل العدوان، اقول له فشل العدوان بسبب 2 وقوف واحده معارضه، وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر، وقوف الجيش والشعب او المقاومه الباسله للجيش والشعب، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. وانت عندك 2 تانيين عايز تقولهم قولهم، مش عايز يبقى انت احفظ الثلاثه دول. ده بالنسبه للاحداث. طب مستر ايه النتيجه بقى لما فشل؟ على فكره انت ممكن تعرفها لوحدك، ما هو لما فشل ايه اللي حصل؟ انجلترا وفرنسا هيطلعوا واسرائيل هتطلع، بس سهله اهي. يبقى ما النتائج المترتبه على فشل العدوان؟ النتيجه لما فشل العدوان: 1، انسحاب انجلترا وفرنسا منين؟ هم دخلوا من بورسعيد، يبقى انسحبوا من بورسعيد. وخلي بالك ده بقى عيد في بورسعيد 23 ديسمبر، 23 ديسمبر ده عيد، عيد فين؟ في بورسعيد. طب ليه؟ قال لي علشان خاطر تم جلاء انجلترا وفرنسا او خروج انجلترا وفرنسا في هذا اليوم في 23 ديسمبر، فده عيد عند بورسعيد. طب 2، خروج اسرائيل من شبه جزيره سيناء، خرجت، ركز معايا، اول ما خرجت حطينا قوات طوارئ دوليه، مجلس الامن هنا عمل قوات طوارئ دوليه. ايه قوات طوارئ دوليه؟ دي قوات ولا جنسيه عربيه ولا جنسيه يهوديه، من جنسيات مختلفه، بتحقق الامن والسلام بين الدول عشان ما يحصلش حرب بينهم. فاسرائيل خرجت فاتحطت قوات طوارئ دوليه بين اسرائيل وبين مصر، خليك بقى مركز فيها. طب 3، استنى يا مستر، انت عارف يا مستر بسبب حرب فلسطين وبسبب العدوان الثلاثي احنا كدول عربيه ادركنا ايه؟ ان اسرائيل دي خطر، وان اسرائيل دي طمعانه في السيطره على العالم العربي. يبقى لما اجي اقول لك ايه النتيجه المترتبه على فشل العدوان الثلاثي، ادركت الدول العربيه الخطر الاسرائيلي، بالله عليك قولها معايا عشان دي جابت سؤال تاني. ادركت الدول العربيه الخطر الاسرائيلي وان هو طمعان في السيطره على العالم العربي. طب لما ادركت عملنا ايه؟ عملنا وحده. لما ادركنا عملنا وحده، لما ادركنا عملنا وحده. مين اللي عمل وحده؟ قال لي مصر وسوريا. يبقى بما تفسر ليه مصر وسوريا عملت وحده؟ لان الدول العربيه او بسبب ادراك الدول العربيه الخطر الاسرائيلي وانه طمعان في العالم العربي، وانه طمعان في العالم العربي. يبقى ما النتائج المترتبه على فشل العدوان؟ 1، انسحبت انجلترا وفرنسا من بورسعيد.
انسحبت اسرائيل من شبه جزيره سيناء وحطينا قوات طوارئ دوليه. 3. أدركت الدول العربية الخطر الإسرائيلي وإن هو طمعان في العالم العربي، فعملنا وحدة بين مصر وسوريا. بما تفسر ليه عملنا وحدة بين مصر وسوريا؟ قال لي عملنا وحدة بسبب إدراك الدول العربية الخطر الإسرائيلي. إدراك الدول العربية الخطر الإسرائيلي. خلي بالك برضو عشان في حاجة هنعملها مع سوريا تاني، هنعمل حاجة اسمها اتفاقية الدفاع المشترك. إيه اتفاقية الدفاع المشترك؟ يا سوريا لو حصل هجوم عليك أنا هدافع معاكي، ولو حصل عليا هجوم انت هتدافعي معايا. دي اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك. يبقى انا عملت مع سوريا حاجتين، اتفاقيه الدفاع المشترك وعملت معاهم وحده. طب ده بالنسبه عندي لمين؟ ده بالنسبه عندي للنتيجه بتاعت فشل العدوان. حلو جدا يا مستر، كده مفيش حروب تانية؟ لا لسه في العدوان الاسرائيلي. بس بالله عليك معلش قول لي كده، العدوان الثلاثي ايه اسبابه؟ انا عملت 3 حاجات، ضايقت 3 دول. أممت شركة قناة السويس، ساعدت الجزائر ضد فرنسا، عملت اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لتسويد مصر بالأسلحة. طيب مين دخل عن طريق بورسعيد؟ انجلترا وفرنسا، لكن فشلوا في احتلال الاسماعيليه بسبب ايه؟ شده المقاومه المصريه. طب بالنسبه عندي مين دخل عن طريق شبه جزيره سيناء؟ اقول له دخلت اسرائيل. طب بالنسبه للحكومه سحبت القوات من سيناء لغرب القناه، ليه؟ للدفاع عن مدن القناه، لغرب القناه للدفاع عن مدن القناه. طب يا مستر العدوان ده نجح ولا فشل؟ فشل. طب ليه فشل؟ 2 وقوف واحدة معارضة. يلا قول معايا، 2 وقوف واحدة معارضة. وقوف الشعوب العربية بجانب مصر، وقوف الجيش والشعب أو المقاومة برسائل الجيش والشعب، وتهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. طب مستر الاثنين التانيين عايز تقولهم قولهم، تنديد الأمم المتحدة بالعدوان، رفض الولايات المتحدة استخدام القوة، براحتك بس خليك في 3 دول حلوين. طب ايه النتيجة لما فشل العدوان؟ خلاص يا مستر انسحبوا. انسحبت انجلترا وفرنسا من بورسعيد، انسحبت اسرائيل من شبه جزيره سيناء وحطينا قوات طوارئ دوليه. ادركت الدول العربيه الخطر الاسرائيلي وسيطرته على العالم العربي. مستر كبيره قوي، ادركت الدول العربيه الخطر الاسرائيلي فعملنا وحده مع سوريا. ده كده عندي بالنسبه للعدوان الثلاثي. تعالى بقى نتكلم على العدوان الإسرائيلي. بص بقى يا نجم عشان الموضوع يبقى سهل، مش أنا قلت لك أول ما أسمع كلمة فلسطين 48، ثلاثي 56، إسرائيلي 67، قلت لك أول ما أسمع ليه دخلنا حرب فلسطين؟ أنقذ وساعد. ليه اتعمل العدوان الثلاثي؟ أنا عملت 3 حاجات، ضايقت 3 دول. طب ليه اتعمل العدوان الاسرائيلي؟ ركز معايا، انا عملت 3 حاجات واسرائيل عندها رغبه. انا عملت 3 حاجات واسرائيل عندها رغبه. ايه رغبه؟ تعالى نبدا بالرغبه. 1. ايه الاسباب؟ ليه العدوان الاسرائيلي؟ خلي بالك العدوان الاسرائيلي ليه اسمه عدوان 5 يونيو 67، النكسة هو ده العدوان الإسرائيلي. يبقى ليه اتعمل العدوان الإسرائيلي؟ أنا عملت 3 حاجات وإسرائيل عندها رغبة. 1. رغبة إسرائيل في القضاء على قوة مصر وخاصة لما العدوان الثلاثي فشل. طب أنا عملت 3 حاجات ضايقوها في إيه؟ تعال أقول لك. 1. أنت أعلنت وقوفك بجانب سوريا وأرسلت القوات بتاعتك لشبه جزيرة سيناء. طب ليه اعلنت وقوفك بجانب سوريا؟ عشان انا عامل معاها اتفاقيه الدفاع المشترك، فاسرائيل اتضايقت، ايه ده انت بتقفي معاها ضدي؟ طب انا هعمل عليك عدوان. 2. طالبت قوات الطوارئ الدوليه ان هي تنسحب. ايه ده انت بتتجرأي وبتطلبي من قوات الطوارئ الدوليه ان هي تنسحب؟ يبقى انت هتعملي حرب، يبقى انت بتضغطي عليا، طب انا هعمل عليك عدوان. طب خد بقى الكبير عشان هتيجي في الامتحان، مصر قفلت خليج العقبه. ايه يا مستر خليج العقبه ده؟ اقول لك انا، ركز بقى معايا. الدول العربيه كلها عملت على اسرائيل حصار اقتصادي، قفلت عليها اقتصاديا، ممنوع المرور، ممنوع التجاره، قفلت عليها اقتصاديا. كل الدول العربيه عملت عليها حصار اقتصادي، ناقص مين؟ مصر. طب مصر عملت ايه؟ راحت قافله في وش السفن الاسرائيليه خليج العقبه، قفلت خليج العقبه، ممنوع السفن الاسرائيليه تعدي من خليج العقبه. طب ليه مصر عملت كده؟ لاحكام الحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب. مستر طب انا مش عارف احفظها، يعني ايه؟ هديك مثال حلو. انا عندي حنفيه بتنقط ميه، قلت له بقول لك ايه يا احمد تعالى اقفل الحنفيه، فاحمد راح جاي يقفل الحنفيه، قفلها بس بتنقط ميه. قلت لها تعالى يا منى اقفلي الحنفيه، راحت منى جت قفلت الحنفيه بس برضه بتنقط نقط بسيطه. يبقى مين قفلها؟ احمد ومنى. رحت رايح احكمتها، يبقى مين قفلها؟ احمد ومنى. طب مين احكمها؟ محمد احمد.
ايه ده؟ يعني انت قفلتها دي لاحكام، يبقى انا اللي احكمتها. يبقى مصر قفلت خليج العقبه ليه؟ لاحكام الحصار الاقتصادي اللي عمله العرب. يبقى العرب عملوا حصار اقتصادي، مصر احكمته، يبقى لاحكام الحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب. يبقى يلا نقول العدوان الاسرائيلي ايه اسبابه؟ انا عملت 3 حاجات واسرائيل عندها رغبه، انا عملت 3 حاجات واسرائيل عندها رغبه، انا عملت 3 حاجات واسرائيل عندها رغبه. تعال نبدا بالرغبه. رغبه اسرائيل في القضاء على مصر. رغبه اسرائيل في القضاء على مصر. طب ايه ال3 حاجات اللي انا عملتهم؟ اعلنت وقوفي بجانب سوريا. 2، طالبت قوات الطوارئ الدوليه بالانسحاب اللي احنا كنا حاطينها. 3، قفلت خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه. يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك بما تفسر ليه مصر اعلنت وقوفها بجانب سوريا؟ بسبب اتفاقيه الدفاع المشترك. اقول لك بما تفسر ليه مصر قفلت خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه؟ لاحكام الحصار الاقتصادي اللي عمله العرب. سهله، خد بالك بقى منها بالله عليك. مستر طب انا عايز افهم بس حاجه هقولها لك. اثناء قبل ما يحصل العدوان الاسرائيلي، اسرائيل بدات تستدرج مصر الحرب. ازاي؟ اسرائيل راحت ضغط على سوريا. فاحنا عملنا ايه علشان نضغط على اسرائيل؟ لان اسرائيل بدات تضرب في مين؟ في سوريا، وبدات تتحرك قواتها ناحيه سوريا. فمصر راحت عامله ايه؟ عامله ال3 حاجات دول علشان تقلل الضغط على سوريا. ايه هم؟ اعلنا وقوفنا بجانب سوريا. 2، طالبنا قوات الطوارئ الدوليه بالانسحاب عشان نضغط على اسرائيل. رقم 3، قفلنا خليج العقبه. قفلنا خليج العقبه. بس خلي بالك هي بتجيلك بما تفسر للعدوان الاسرائيلي اتعمل. طب مستر تعالى بقى بالنسبه للاحداث، ايه اللي حصل في الاحداث؟ تعالى كده نشوف ايه الاحداث. بالنسبه للاحداث، لما نيجي نتكلم على الاحداث ايه اللي حصل؟ سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. كلنا اتفرجنا على فيلم الممر، تمام؟ اول الفيلم خالص بتطلع الطائرات الاسرائيليه بتضرب لك الطائرات والمطارات المصريه كلها عشان يشلوك ما تعرفش تدافع. يبقى معنى كده ان هم استخدموا عنصر اسمه عنصر ايه؟ المفاجاه. ولاد لذينه. وخدوا بالكم من حاجه، هم كان عندهم تفوق عسكري، خاصه السلاح الجوي. بصراحه عندهم سلاح جوي جامد وكانوا واخدينه. يبقى خد بالك من ده، كان عندهم سلاح جوي. يبقى هم استخدموا عنصر المفاجاه وعندهم تفوق العسكري في السلاح الجوي. يبقى هنا عندي ايه الاحداث؟ استخدمت او قامت اسرائيل في صباح يوم 5 يونيو 67 بغارات مفاجاه، يعني استخدمت عنصر المفاجاه في ضرب المطارات المصريه. طب يا مستر احنا اتهزمنا ولا نجحنا؟ اتهزمنا. ليه اتهزمنا؟ اقول لك على حاجه. لو جالك في المنهج بتاعك او في الدرس ده قال لك ليه اتهزم المصريين او العرب، اذا كانت هزيمه في حرب فلسطين، لان انا ما اتهزمتش غير مرتين، في حرب فلسطين و5 يونيو. اي واحده اسهل اجابه ممكن تقولها وتمشي معاهم كلهم: مساعده الولايات المتحده والدول الاوروبيه لاسرائيل، ونقص التدريب ونقص توافر الاسلحه وعدم الاستعداد الجيد. هتمشي في السؤالين، خد بالك عشان برضه تسهل على نفسك. طب تعالى، انت ليه اتهزمت في 5 يونيو؟ والله العظيم انت ممكن تعرفها لوحدك. 1، عشان الولايات المتحده والدول الاوروبيه بتساعد اسرائيل. 2، عشان نقص توافر الاسلحه ونقص التدريب وعدم توافر اسلحه متطوره. 3، عشان اسرائيل اتبعت عنصر، ايوه انا سامعك، المفاجاه. علشان اسرائيل عندها تفوق عسكري، خاصه سلاح الطيران. ايه ده يا مستر دي سهله قوي؟ اه سهله يا حبيبي. انت ليه اتهزمت؟ الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه بتساعد اسرائيل. نقص التدريب وعدم توافر اسلحه متطوره، علشان هم استخدموا عنصر المفاجاه، علشان عندهم تفوق عسكري خاصه سلاح الطيران. طب ايه النتيجه المترتبه لما اتهزمت؟ لا استنى بقى، انا قلت لك جمله كده من اول الدرس: اي نتيجه على هزيمه احتلال اراضي. اي نتيجه على هزيمه احتلال اراضي. يبقى لما اجي اتكلم على النتائج، تعالى نتكلم على النتائج. النتائج، النتيجه المترتبه لما اتهزمت في 5 يونيو: اي نتيجه على هزيمه احتلال اراضي. تعالى بقى بص حركه ايدي. حركه ايدي عشان دي هتفكرك. احتلت اسرائيل شبه جزيره سيناء. ايه ده يا مستر هنا خدت شبه جزيره سيناء؟ امال في حرب فلسطين خدت فلسطين. يبقى هنا خدت شبه جزيره سيناء، وخدت الضفه الشرقيه لقناه السويس، وخدت الضفه الغربيه لنهر الاردن، وخدت هضبه الجولان في سوريا. اعمل نفس الحركات بتاعتي هتفكرك. هضبه الجولان في سوريا، وخدت القدس، وخدت غزه، وخدت القدس، وخدت غزه. يعني من الاخر خدت كل حاجه ما خدتهاش في حرب فلسطين. يبقى خدت ايه؟ يلا تاني: شبه جزيره سيناء. يبقى احتلت اسرائيل شبه جزيره سيناء،
والضفة الشرقية لقناة السويس، والضفة الغربية لنهر الأردن، وخدت هضبة الجولان في سوريا، وخدت القدس، وخدت غزة. كده نجحت إسرائيل وخدت معظم الأراضي العربية وبالعدوان الإسرائيلي. مستر، إيه اللي هيحصل بعدها؟ هيطلع قرار مجلس الأمن الدولي. بس قبل ما أقول لك قرار مجلس الأمن الدولي، أنا عارف إنك شاطر. أول ما أقول لك حرب فلسطين 48، عدوان ثلاثي 56، عدوان إسرائيلي 67. ليه دخلت حرب فلسطين؟ أنقذ وساعد. ليه دخلت العدوان الثلاثي؟ أنا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. أنا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. طب ليه اتعمل العدوان الإسرائيلي؟ أنا عملت 3 حاجات وإسرائيل عندها رغبة. أنا عملت 3 حاجات وإسرائيل عندها رغبة. رغبة إسرائيل في القضاء على قوة مصر، أعلنت وقوفي بجانب سوريا، طالبت قوات الطوارئ إن هي تنسحب، قفلت خليج العقبة. ليه قفلت خليج العقبة؟ مهم لإحكام الحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب 10/10. طب مستر، هم استخدموا عنصر ايه؟ المفاجأة. ضربوا لنا المطارات الايه؟ المصرية. يبقى انا اتهزمت ولا ما اتهزمتش؟ اتهزمت. طب ليه اتهزمت؟ انت قلت لي اي هزيمة عشان الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتساعد إسرائيل، وعشان نقص التدريب وعدم توافر أسلحة، وعلشان خاطر هم استخدموا عنصر المفاجأة وعندهم تفوق عسكري. طب يا مستر، ايه النتيجة المترتبة لما اتهزمنا؟ اي نتيجة على هزيمة عايز اسمعها منك. احتلال اراضي. احتلت اسرائيل شبه جزيرة سيناء، والضفة الشرقية لقناة السويس، والضفة الغربية لنهر الاردن، وخدت هضبة الجولان، وخدت القدس، وخدت غزة. طب ايه اللي هيحصل يا مستر؟ هيطلع قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 242. عايز اقول لكم بقى على معلومة: الشاطر، الضعيف، اللي بيذاكر، اللي ما بيذاكرش بينساه في الامتحان. فانا عشان ما انساوش هقول لك ايه. بص يا سيدي، قرار مجلس الامن الدولي طلع رقم 242. قال ايه؟ قال 4 كلمات. بص هنقولهم ازاي. ايه هم ال4 كلمات؟ 1 احترام، 2 انهاء، 3 انسحاب، 4 انشاء. يلا نقولهم تاني: احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. يبقى احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. دول ال4. طب ايه يا مستر انهاء دي؟ اكيد لما اجي اقول لك احترام، احترام سياده الدول على ارضها. مستر لازم اقول سياده؟ يا عم احترام الدول على ارضها. احترام الدول على ارضها. طب يا مستر 2، احنا قلنا احترام، انهاء. انهاء حالة الحرب بين مصر واسرائيل، سهلة ايه؟ او اسرائيل والعرب. 3 انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها. طب رقم 4 انشاء مناطق منزوعة السلاح. اعمل مناطق منزوعة السلاح. يعني ايه منزوعة السلاح؟ فيها سلاح خفيف، يعني مسدس، بندقية، بتدافع عن نفسك، لكن مفيش مدرعات، مفيش طائرات، مفيش دبابات. دي مناطق منزوعة السلاح. يبقى اول ما اقول لك قرار مجلس الامن الدولي قال ايه؟ افتكر ال4 كلمات. ايه هما؟ احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام الدول على ارضها، او احترام سيادة دول المنطقة على ارضها. طب رقم 2 انهاء الحرب بين العرب واسرائيل. 3 انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها. 4 ايه هي؟ انشاء مناطق منزوعة السلاح. مناطق منزوعة السلاح. طب اخر حاجة حرية الملاحة في الممرات الدولية. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني مصر تفتح خليج العقبة، يعني يبقى في الممرات الدوليه اللي هو زي خليج العقبه يعدي فيه الدول عادي خالص، فبالتالي افتح يا مصر خليج العقبه. يبقى حريه الملاحه في الممرات الدوليه مهمه ولازم نقولها تاني. يبقى مجلس الامن الدولي طلع قرار رقم 242. قال في ايه؟ قال في عندنا، ركز معايا، 4 حاجات والخمسه لوحدها. ايه هي؟ احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام، انهاء، انسحاب، انشاء. احترام الدول على ارضها. انهاء حاله الحرب بين العرب واسرائيل. انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. إنشاء مناطق منزوعة السلاح. حرية الملاحة في الممرات الدولية، يعني مصر تفتح خليج العقبة. مستر مين التزم؟ كالعادة هيلتزم العرب. مين مش هيلتزم؟ إسرائيل. يبقى مصر قبلت القرار، لكن إسرائيل لم تمتنع عن تنفيذ أو لم تنفذ قرار مجلس الأمن، ولم تنسحب من الأراضي التي احتلتها. هنا كده إحنا في أزمة. إسرائيل مش موافقة بقرار مجلس الأمن،
مصر التزمت بالقرار، نعمل ايه؟ قال لي هنخش بقى، وجمال عبد الناصر هيطلق جملة مشهورة جدا: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. يلا بقى يا جماعة نعمل إعداد لبناء القوات المسلحة بتاعتنا، نبني القوات المسلحة إعداد جيد، ونبدأ نستنزف طاقة العدو، ونبدأ ندمر لهم بعض الحاجات عشان نقلل من قوتهم، عشان نخش في المعركة الفاصلة وهي حرب أكتوبر. طب جميل، احنا هنعمل الاعداد عن طريق ايه؟ قال لي القياده المصريه بقياده جمال عبد الناصر بدات ان هي تعد القوات المسلحه على اسس جديده. ايه هي؟ 3: اختيار، تدريب، تسليح. اختيار، نختار كويس، ندرب، نسلح. اختيار، تدريب، تسليح. اختيار، تدريب، تسليح. وطلع جمال عبد الناصر قال لك ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. فخد بالك من دي. يبقى هنا بناء القوات المسلحه على اسس جديده زي ايه؟ اختيار، تدريب، تسليح. طب جميل، تعال نشوف ازاي هنعمل اعداد لبناء القوات المسلحه. عشان نعمل اعداد لبناء القوات المسلحه احنا عندنا بمرحلتين: مرحله اسمها الصمود والتصدي، مرحله اسمها الصمود والتصدي، والاستنزاف والمواجهه. يبقى انا عديت بكم مرحله؟ 2: صمود وتصدي، استنزاف ومواجهه. صمود وتصدي، استنزاف ومواجهه، والله مهمه. صمود وتصدي، استنزاف ومواجهه. ايه الصمود والتصدي؟ كل مرحله من المراحل دي، كل مرحله من المراحل دي احنا عايزين نعرف ما المقصود بيها وايه مظاهرها. يعني ايه مظاهرها؟ ايه اللي حصل فيها؟ مظاهرها يعني اللي حصل فيها. طب تعالى، صمود وتصدي. بص، صمود وتصدي، خد اخر كلمه اللي هي تصدي. يبقى تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. يلا نقولها بقى باسلوبي: تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. مستر نسيت، تصدي القوات المصريه للقوات الاسرائيليه. يبقى تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. طب حرب الاستنزاف والمواجهه، خد اول كلمه استنزاف. يبقى استنزاف طاقه العدو في سيناء. استنزاف طاقه العدو في سيناء. يلا بالله عليك، يبقى ما المقصود بيه صمود وتصدي؟ خد الكلمه الثانيه: تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. طب بالنسبه عندي ليه استنزاف ومواجهه؟ خد اول كلمه: استنزاف طاقه العدو في سيناء. استنزاف طاقه العدو في سيناء. طب تعالى بقى يا مستر، الصمود والتصدي دي حصل فيها ايه؟ حصل حاجتين، ممكن تقولها زي ما انا هقول كده، هتقولها كده: معركه راس العش دمرنا ايلات. معركه راس العش دمرنا ايلات. قولها كده. يبقى في الصمود والتصدي عملنا كام حاجه؟ 2: معركه راس العش دمرنا ايلات. معركة رأس العش دمرنا إيلات. إيه يا مستر دمرنا إيلات؟ عندهم عبارة كبيرة اسمها إيلات. العبارة دي كانت محملة بالأسلحة، دمرناها لهم، ودي كانت مصيبة بالنسبة لهم. طب 2: إيه معركة رأس العش؟ إسرائيل حاولت تقتحم مدينة بور فؤاد وإحنا هزمناها. يبقى إيه النتيجة المترتبة على معركة رأس العش؟ هزيمة القوات الإسرائيلية عندما حاولت تقتحم مدينة بور فؤاد. بس كده. يبقى الصمود والتصدي حصل فيها كام حاجه؟ 2. يلا نقولها باسلوبي: معركه راس العش دمرنا ايلات. معركه راس العش دمرنا ايلات. طب معركه راس العش ايه اللي حصل؟ هزمنا القوات الاسرائيليه لما حاولت تدخل مدينه بور فؤاد. طب مرحله الاستنزاف والمواجهه عملنا كام حاجه؟ 2. بنفس الكلام 2. بص بالله عليك قولها زي ما انا هقولها كده. يبقى انا عملت كام حاجه؟ 2. بنيت حائط من الصواريخ على الضفة الغربية. يبقى بنيت حائط من الصواريخ على الضفة الغربية. قناة السويس اهي، إسرائيل اهي في شبه جزيرة سيناء. طب والناحية التانية من قناة السويس الضفة الغربية بنيت حائط من الصواريخ. طب ليه بنيت حائط من الصواريخ؟ عشان لو أي طائرة إسرائيلية حاولت تدخل لمصر تتضرب. يبقى أنا عملت حائط من الصواريخ. يبقى بنيت حائط من الصواريخ. بنيت حائط من الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس. طب 2: القصف المستمر. بدأت أضرب باستمرار بالمدفعية على خط بارليف. يبقى أنا عملت في الاستنزاف كام حاجة؟ 2. بالله عليك قولها كده: بنيت حائط من الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس. 2: القصف المستمر. القصف المستمر على خط بارليف. مستر معلش أنا عايز أفهمها أكتر. تعال أقول لك زي ما أنت شايف الخريطة اللي قدامك دي، ركز بقى كده. إيه بنيت حائط من الصد على خط؟ بنيت حائط من الصواريخ على الضفه الغربيه. بص شفت انت النقطه اللي هتنزل دلوقتي اهي، اللي نزلت دي دلوقتي اهي، دي كده قناه السويس. تمام؟ شرق قناه السويس ناحيه شبه جزيره سيناء نزلت اهو، دي الضفه الشرقيه.
طب الغرب دي كده الضفه الغربيه زي ما انت شايف كده. احنا بقى جينا عند الضفه الغربيه دي وبنينا حائط من الصواريخ. ليه؟ عشان اي طائره جايه من الضفه الشرقيه تتضرب على طول. يبقى بما تفسر ليه بنينا حائط من الصد على الضفه الغربيه؟ لمنع اختراق الطائرات الاسرائيليه الاجواء المصريه. لمنع اختراق الطائرات الاسرائيليه الاجواء المصريه. مستر مش عارف اقولها. لمنع دخول الطائرات الاسرائيليه مصر. لمنع دخول الطائرات الاسرائيليه مصر. عشان كده بنيت حائط من الصد. طب مستر لما عملت قصف مستمر بالمدفعيه على خط بارليف ده هم سكتوا؟ لا، تدخلت الولايات المتحده بقياده مين؟ وزير خارجيتها اسمه ايه؟ روجرز. اسمه ايه؟ روجرز. قدم ايه؟ قدم مبادره. قال لك ايه؟ وقف القتال لحل النزاع سلميا. وقف القتال لحل النزاع سلميا. تعال نقولها تاني وهقول لك على الاسئله ما تقلقش. يبقى انا عندي كم مرحله؟ مرحلتين. ايه هما؟ صمود وتصدي، استنزاف ومواجهه. اصمد وتصدى واستنزف طاقه العدو واقللها. ما المقصود بالصمود والتصدي؟ خد الكلمه الثانيه، تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه. طب ما المقصود بالاستنزاف والمواجهه؟ استنزاف طاقه العدو في سيناء. استنزاف طاقه العدو في سيناء. طب بالنسبه عندي للصمود والتصدي حصل كام حاجه؟ 2. ايه هم؟ معركه راس العش دمرنا ايلات. معركه راس العش دمرنا ايلات. اعمل كده عشان تفتكرها. طب حرب الاستنزاف والمواجهه حصل كام حاجه؟ 2. بنينا حائط من الصواريخ على الضفه الغربيه والقصف المستمر على خط بارليف. على خط بارليف. طب لو جالي سؤال بقى في الامتحان وقال لي انت عارف ما النتائج المترتبه على معركه راس العش؟ لا استنى، انت قلت لي اسرائيل كانت عايزه تخش مدينه بور فؤاد واحنا هزمناها. يبقى نجاح القوات المصريه في هزيمه القوات الاسرائيليه عندما حاولت اقتحام مدينه بور فؤاد. طب لو جالك سؤال وقال لك بما تفسر ليه بنيت حائط من الصواريخ على الضفه الغربيه؟ عشان انت قلتها لي عشان امنع الطائرات الاسرائيليه تخش مصر. يبقى لمنع اختراق الطائرات الاسرائيليه الاجواء المصريه. ممكن اقول دخول مصر. طب جميل مستر. طب لما عملت قصف مستمر على خط بارليف بالمدفعيه ده ادى الى ايه؟ مبادره روجرز. مبادره روجرز. خد بالك، مبادره روجرز. طب ليه اتعملت مبادره روجرز؟ روجرز ده مش وزير خارجيه الولايات المتحده؟ مش انت قلت لي اي حاجه الولايات المتحده بتقولها لوقف القتال؟ يبقى وقف اطلاق النار وحل النزاع سلميا. وحل النزاع سلميا. خد بالك بقى من حاجه عشان قسما بالله بيجي في الامتحان كتير. مين استشهد في حرب الاستنزاف؟ رئيس اركان حرب القوات المسلحه. مين هو؟ الفريق اول عبد المنعم رياض. مستر يعني ايه رئيس اركان حرب القوات المسلحه؟ يعني تاني راجل في الجيش، اعلى راجل وزير الحربيه، يجي بعده رئيس اركان حرب القوات المسلحه اللي بيخطط وبينمي الموارد بتاعه الجيش والقصص دي كلها. تاني راس على طول اسمه رئيس اركان حرب القوات المسلحه. يبقى مين استشهد في حرب الاستنزاف؟ رئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق اول عبد المنعم رياض. وخد بالك انا عندي كذا رئيس اركان حرب وبيلخبطك. هنا ده رئيس اركان حرب ايام ايه؟ ايام حرب الاستنزاف. اسمه ايه؟ الفريق اول عبد المنعم رياض. خلي بالك بقى، وده اللي كان بيعتمد عليه جمال عبد الناصر. يبقى خد بالك من حاجه، توفى خلال مرحله حرب الاستنزاف الفريق اول عبد المنعم رياض، وده كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقعد احد الاعمده الرئيسيه اللي كان بيعتمد عليها جمال عبد الناصر. وعايز اقول لك ان هيتوفى جمال عبد الناصر ويجي بعد جمال عبد الناصر يتولى الكفاح ويتولى رئاسه مصر وهو محمد انور السادات. وكده المفروض احنا خلصنا الدرس. بالله عليك هقول لك على كم معلومه كده سهله قوي. اول ما اسمع فلسطين 48، اول ما اسمع عدوان ثلاثي فانا هقول 56، اول ما اسمع عدوان اسرائيلي 67، اول ما اجي اقول لك ليه اتعمل حرب فلسطين انقذ وساعد، ليه اتعمل العدوان الثلاثي؟ انا عملت 3 حاجات ضايقت 3 دول. ليه اتعمل العدوان الاسرائيلي؟ انا عملت 3 حاجات واسرائيل عندها رغبه. اي نتيجه على هزيمه؟ احتلال اراضي. وخد بالك اسرائيل احتلت اراضي مرتين، مره في حرب فلسطين ومره في العدوان الاسرائيلي. في حرب فلسطين خدت اراضي فلسطين كلها ما عدا قطاع غزه تحت اداره مصريه، والضفه الغربيه بها قوات اردنيه، والقدس اتقسمت بين العرب واليهود. لكن في العدوان الاسرائيلي خدت شبه جزيره، خدت كل حاجه.
خدش بجزيره سيناء والضفه الشرقيه لقناه السويس والضفه الغربيه لنهر الاردن وهضبه الجولان والقدس وغزه. فخد بالك من دي. اي سؤال يقول لك انت ليه اتهزمت، تقول له عدم الاستعداد الجيد ونقص الاسلحه، وعشان الولايات المتحده والدول الاوروبيه بتساعد اسرائيل. انا كده عملت لك كل حاجه. اتمنى اكون عند حسن ظنك، اتمنى تكون حفظت. وما تنسانيش بقى نجم في اللايك، ونرفع بقى الفيديو عن الناس كلها تشوفه. ويا ريت الدال على الخير كفاعله، نبدا ننشر الفيديو ونوديه للناس عشان يستفيدوا منه. احنا عاملينه كله لوجه الله، فخليك انت شاركني في الثواب اللي احنا بناخده ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.